انا جالي بانيك اتاك في الامتحان، والتمثال الجبس اللي انا اصلا رسمته مليون الف مره بقيتش عارفه ارسمه. ايوه انا كنت هبقى مبسوطه جدا، انا بقى في البحر على مركب فاهم، بشوف نجمه البحر راحت من فين لفين. جالي PTSD بسبب حادثه، قفلت قفله ضبه ومفتاح وخلاص. يعني انا الموضوع اخد مني سنين ان انا اعرف اقبل ان انا بعمل ده. في مجموعه ارهابيه اقتحمت المدرسه وانا دافعت عنها. حلقة جديدة من سينك كاست، وانا الهوست مروان امام هنا في السينك سامت، ومعانا النهارده سلمى الطرزي. سلمى I think بدل ما انا اقول انترو افضل انتي قولي انترو عن نفسك. بتعملي حاجات كتيرة جدا ف ادينا نبذة كده. احد الحاجات اللي انا بعملها هنا ما بعرفش خالص اقدم. هايل. هنا بفشل تماما في ان انا اقدم نفسي، وبحس باوكوردنس شديد جدا. اوكي. لاني بحس ان لازم اشرح هو ازاي ليه انا بعمل الحاجات دي كلها مع بعض. تعالي نبدأ بايه وبعد كده نشوف ليه. طيب انا نبدأ بايه. انا صانعة افلام، بس أنا خريجة معهد السينما رسوم متحركة، واشتغلت مساعدة مخرج وبعد كده بروديوسر كتير جدا. وبعدين بعد شوية حسيت إن أنا مش قادرة أشتغل في السوق قوي يعني، وإني عايزة أعمل حاجات بتاعتي أكتر، وإنه كان في كده تشويس إنه أنا يا إما أنا بشتغل في السوق قوي فلازم فبخش في المكنة دي هي اللي هي ما فيهاش وقت إن أنا أعمل حاجة تانية. فقررت ان انا انا عايزه اعمل حاجات بتاعتي، فعملت افلام تسجيليه اكتر. وبعدين رجعت ارسم بعد ما اتخرجت من المعهد ب 14 سنه. اتخرجت من المعهد جالي بلوك وما بقتش اعرف ارسم، كأني نسيت الرسم اساسا. يعني قفلت قفله ضبه ومفتاح وخلاص، يعني كأني عمري ما رسمت في حياتي. والأسباب ما بعد 14 سنة بسبب another trauma ملهاش أي علاقة بالموضوع، فجأة الرسم بقى هو الأوتلت بتاع التروما ده، وقعدت أرسم بشكل هستيري، وفجأة أنا رجعت أرسم تاني. سوري. فأنا بعمل أفلام بس كمان بكتب، وكمان برسم، وبعمل كوميكس، وبدرب، مثلت في فيلم، باخد دروس غنى. وقعدت فبس شوية جزء من ان انا مش بعرف قوي اقول انا بعمل كذا، هو ان انا قعدت شوية حاسة ان انا مكسوفة شوية، كأني دخيلة على كل الحاجات دي، لأن أنا مش عارفة ألاقي لنفسي one label أو one علبة أحط نفسي فيها فأقول إن والمجالات كمان ساعات بتبقى protective قوي، فاللي هو يعني أنتي فنانة ولا بتعملي أفلام؟ طب أنتي بتعملي أفلام ولا to be taken seriously في حاجة، لو الناس واخدة عنك فكرة أنت بتعمل حاجة تانية and then it takes time إن هما they take you seriously. وبعد كده it took a lot of time to accept إنه طيب أنا I don't fit في أي علبة، وأنا it's basically الحاجة اللي أنا عايزة أعملها دلوقتي ممكن تبقى فيلم، وممكن تبقى استعراض بالي يعني ما هو ده that's it يعني. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، ان هو الثيم بتاع السنه دي از الكريتيف رينج. فانت اثبتي، انت شرحت لنا يعني كلمه الكريتيف رينج. انت شخص عنده الرينج كله. ليه بقى؟ ليه الرينج ده يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. ده ليه ده بيحصل، بس مش ليه سلمى بتعمل كده. انا ما كنتش بعمل كده. انا it took me يعني انا الموضوع اخد مني سنين ان انا اعرف اقبل ان انا بعمل ده من غير ما ابقى حاسه بقلق او بانزايتي انه هو انا ايه، او ان انا اقبل الدايفرسيتي ده. فانا الاول كنت برسم، وبعدين لما دخلت معهد السينما اكتشفت ان في حاجه اسمها سينما، ايه ده، دي لطيفه قوي، مع مشاكل ليها علاقه بالطريقه اللي التعليم بيحصل بيها. فقفلت من الرسم، فبقيت obsessed بان انا ابقى مركزه اكتر في السينما، وطول الوقت عندي احساس ان انا اصلا خريجه رسوم، فانا لازم اثبت ان انا مش عارفه ايه، فبقيت بشتغل جدا في السوق.
الحاجات بعدت بعد كده. هو لما بدأت أرسم تاني اكتشفت إن في حاجة كانت عندي رجعت وكانت اكسايتنج جدا. جي بروجكت تالت فجأة الفكرة، يعني كنت متخيلة ان انا هعمله فيلم اللي هو الكتاب الاولاني اللي هو محاولة تذكر وجهك اللي هو ارتست بوك يعني. فانا كتبت نص على اساس ان هو هطلع منه فيلم، وبعدين اكتشفت اني بكتب فايه ده، طب ما انا ممكن اعمل حاجة تانية، طب ما انا ادخل هي حصلت بشكل تدريجي. وانا دايما كان عندي الرينج، انا مش اكتشفت الرينج، انا اتعلمت بس ابطل ان انا احدده او ان انا افورمله او ان انا خاف منه او ان انا وهو في حاجة كمان لطيفة في انه ده بيخليك طول الوقت في حاجة تتعلمها. يعني انت طول الوقت في حاجات جديدة ممكن تتعلمها وحاجات جديدة تجرب فيها وحاجات جديدة، وتخرج شوية من اي تصورات شخصية عن الليبل ده معناه ايه يعني. هل ده عشان انتي كنتي بتربطي الايدنتيتي بتاعتك بانتي بتعملي ايه؟ ده اللي هو انهي حاجة فيهم الستراجل ده، الستراجل بتاع الانزايتي اوف انا مين وانا ايه، لان هو انت كنت بتديفاين نفسك از انا انيميتر، ودلوقتي انا مخرجه مش انا سلمى بعمل حاجات كتير. بالظبط. سبوت اون. واعتقد انه لو في حاجه في حريه في انك تاكسبت الرينج ده، هو ان انت تتحرر من اي البرسونا بتاعت الشغلانه دي عامله ازاي، وايه الايجو اللي بيجي معاها، وايه البرسونا اللي بتيجي معاها. فبالتالي انت لازم تهندل يور سيلف ازاي، وتشوف نفسك ازاي، وتقدم نفسك ازاي، وتعمل الحاجات ازاي. انا مخرج. ايوه بالظبط. انا مش عارفه بعمل ايه. شويه ده بيخوف، لانه ظريف ان الواحد يبقى فيه بيرسونا واضحه كده ممكن يبقى وراها ويستخبى وما يبقاش هو، لانه لما بنبقى نفسنا بنبقى vulnerable اكتر يعني. بس هو ده فعلا كان الستراجل، انه لو انا مش ده ولا ده ولا ده، طب انا ايه يعني. صح. فهو ده اللي اخد وقت. فانت يعني اعتقد دي هي حاجه ثيرابي شويه، بس اللي هو ان احنا نبطل نستمد قيمتنا من العمل. بالظبط وقيمتنا. وبالتالي ده كمان خلاني take myself less seriously. يعني انا باخد اللي انا بعمله بجديه جدا، بس ما باخدش نفسي بالجديه دي. يعني مش لازم انا المخرج او انا البتاع. انا بعمل بتاع ده وباخده بجد جدا، وباخد كل حاجه بجد، حتى اللعب هاخده بجد، يعني التهريج هاخده بجد وهعمله بضمير عشان ننبسط اكتر انبساط في الدنيا. بس يعني انا حاسه انه انا محظوظه انه انا عرفت اعكس او unlearn القالب ده، انه فكرة التحرر من القالب والافكار اللي معايا دي هي اللي بتخليك تدي بالظبط قيم لحاجات هي مش بالضرورة هي فيكي. صح، ده عظيم جدا. طيب قبل ما تخشي معهد سينما قسم رسوم متحركة، المسيرة الإبداعية بدأت قبليها بكتير أكيد. بدأت إزاي؟ أنا كنت بألف قصص وهمية طول حياتي، وارجع البيت من المدرسة أحكيها. يعني مثلا في 6 ابتدائي، أنا ما كانش 6 ابتدائي، كانت 5 و6 يعني. في مجموعة إرهابية اقتحمت المدرسة وأنا دافعت عنها. قدت يعني مجموعة كوماندوز من طلبة سنة 5 و6. بالظبط. وكنا عاملين القاعدة بتاعتنا في الفصول اللي هي في الدور الثالث. وانا سيطرت تماما وسيطرنا تماما وانقذنا المدرسة، وانقذناها قبل ميعاد المروح. فمرة تانية جاء طبعا لازم نلحق الاتوبيس لا كانوا بيجوا ياخدوني بالعربية. فمرة تانية كان في بعثة من فرقة البولشوي جت عملت اختبارات واختاروني، كنت البريما دونا. ويوم بعديها بعد الاختبار ده كنا مروحين. اليوم ده كان اليوم اللي بنغدى فيه عند جدتي. فانا عملت استعراض وخليت جدي يشيلني وعملت حاجات في الهواء وكده هو. فدي كانت بداية. وكنت برسم طول الوقت يعني مع الفام الملكات. كنت بعمل كنت برسم طول الوقت بسجل حاجات. فحاسة ان اللي انت بتعمليه ده ما كانش اختيارك على قد ما هو ده اللي انت
كنت معموله عشان تعمليه. انا ما انت كانش مخلوقه عشان تبقي كده. ده حقيقي، انا ما كانش عندي اي شك انه انا هبقى بشتغل في حاجه ليها علاقه بالفن. مم. اللي انا فكرت فيه يعني وانا في ثانويه عامه انه انا عايزه ادخل ايه، ما فكرتش فيها بشكل فكره انا عايزه ادخل حاجه ليها علاقه بالفن. انا فكرت انا مش عايزه اذاكر، انا عايزه العب واعمل الحاجات اللي انا بحبها، وانه انا عشان اكمل في حياتي لازم تبقى دي الحاجات، انا مش عايزه. فكان كان خطتي الأساسية إن أنا أخش فنون جميلة. بس سبحان الله سقطت في الرسم في امتحان الثانوي العام. امتحان القدرات ده كلنا بنسقط فيه. كلنا سقطنا فيه. أنا اكتشفت إن في ناس مهمة، يعني رسامين كوميكس مهمين وديزاينرز برضه سقطوا، فحسيت ان انا تمام يعني. تمام جدا، ده شرف يا جماعه. بس ففي حد اقترح طب يا جماعه ما في معهد سينما ممكن تخشي رسوم متحركه. قلت والله فكره كويسه جدا. معهد سينما بتخشوا باختبارات قبول، يعني اختبارات قدرات. فقعدت دربت ده نجحنا فيه نجحت جدا. دخلت بقى المعهد، اتعقدت من الرسم فبطلته خالص. اصل الرسم وهكذا يعني. الرسم للتحريك غير رسم اللقاء. رسم التحريك رسم كتير قوي. بس يعني مش هو ده اللي قفلني من الرسم. اعتقد انه في حاجه كانت فيها قله خيال شويه في الطريقه اللي كنا بنتعلم بيها، ودي قفلتني لسبب ما يعني. فالمنظومه التعليميه اكتر من اعتقد اعتقد الى حد كبير يعني. حسيت ان ده بيقيد خيالك انت؟ يعني ما كنتش لاقيه، ما كنتش عارفه ابقى مستريحه، وما كنتش لاقيه نفسي. وبعدين في حاجات اعتقد انها حاجات ميكانيكيه يعني. يعني مثلا يعني احنا قعدنا 4 سنين. احد المواد اللي احنا بندرسها مثلا بورتريه او بتاع، فاحنا بنرسم تمثال جبس. احنا قعدنا 4 سنين بنرسم نفس تمثال الجبس، ليترلي نفس التمثال الجبس. هو نفس التمثال الجبس اللي كان قاعد الدفعه اللي قبلينا واللي قبلينا واللي قبلينا بيرسموها. فانا التمثال الجبس ده مثلا اللي انا رسمته 1,000,000 مره في ال4 سنين. الامتحان كان هو ان انا ارسم التمثال الجبس ده. وانا فاكره اللحظه اللي انا بطلت فيها ارسم، انا جالي بانيك اتاك في الامتحان، والتمثال الجبس اللي انا اصلا رسمته 1,000,000 مره بقيتش عارفه ارسمه. لدرجة انه كان رئيس القسم الله يرحمه وقتها دكتور متيني، وهو كان راجل يعني جميل جدا وكان بيتعامل بالامكانيات اللي عنده يعني. نجحني كده عشان هو عارف اني بعرف يعني. هو شايف التمثال مرسوم. في اللحظة دي انا فعلا كان كأني عمري ما رسمت في حياتي. وذات واز ات يعني. بعد سنة رابعة انا خلاص، انا قعدت literally 14 سنة انا كأني ما بعرفش ارسم. ومش قادرة تمسكي قلم، مش قادرة تعمل. بالعكس، أنا ما بمسك قلم I get so frustrated وبتعصب جدا لأن أنا مش عارفة. كأن في يعني بلوك يعني. في الحالة اللي زي دي انت اتصرفتي ازاي؟ ودلوقتي بعد خبرتك في المرحلة دي هتتصرفي ازاي لو حصلت تاني؟ انا ما اتصرفتش. انا ما عملتش اي حاجه. انا عشت حياتي بقى، بقيت بخرج افلام وبنبسط بخرج الافلام وبحبها وبشتغل في السينما وخلاص. انا حد تاني يعني. انا دي حاجه انا ما بعملهاش، حاجه انا عمري. ولما حد بيقول لي انت بطلتي ترسمي ليه كنت حلو، كنت بقفش جدا 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 لانها بتيجي على الجرح. وانا انا ما قررتش ان ارجع ارسم. انا literally جالي PTSD بسبب حادثة. فكان PTSD مخليني مش عارفة أخرج من البيت، وبقعد عندي panic attacks طول اليوم. وفور some reason طق في دماغي إن أنا محتاجة أرسم. فقعدت 3 أشهر أنا قاعدة في البيت بنام وأصحى برسم، ما بعملش حاجة تانية يعني. فهي انا ما عملتش حاجه يعني ما عنديش اجابه لحد لو هو حصل له ده يعمل ايه يعني. اعتقد الاجابه عيش حياتك. لا، عارف في الافلام كده لما مثلا يقع على دماغه يفقد بصره وبعدين يخبطوه بعديها بعصايه فبصره يرجع. هو ده اللي حصل لي بالظبط. بس اعتقد الحل الاجابه هنا اللي انا استشفتها من كلامك ان ما تخليش دي توقفك يعني. عيش حياتك في حته تانية. ده دفنت. جرب حاجه تانية خالص او هترجع. ده دفنت. وحاسه دلوقتي ان الرسم حاجه كبيره معاكي. انا رجعت زي يعني كاني عملت بوز يعني. فاهم؟ كاننا عملنا بوز بس هو كمان في حاجه لطيفه، لانه هو الرسم زي اي حاجه تانية، هو جزء منها ديسيبلين وجزء منها ان انت ايدك بتتعلم وجزء منها كل ده.
انا عديت بالبروسيس ده تاني من الاول، بتاع ان انا اشوف البروجرس وان انا ايدي تتحرك اكتر وايدي تاخد اكتر ودلوقتي ما عنديش اي ازمه في ان انا امايجريت ما بين الفيلدز بسلاسه جدا. المشروع ده هنعمله كده، المشروع ده هنعمله كده، المشروع ده هندخل ده في ده، والمشروع ده وما بقاش عندي التوتر بتاع انه لازم يبقى كده او كده او كده. وده بيخليك كمان، بيديك حريه اكتر حتى في انك ازاي بتتصور وتبص لكل براكتس منهم. يعني ان هو مين قال ان الفيلم لازم يتعمل كده، طب ما نجرب نعمله كده، او مين قال ان الرسمه لازم تبقى كده. بالظبط. يعني دينا بنجرب يعني. احكي لي اكتر عن اصل الفكره هو ان حد يقول بنجرب بالسلاسه دي، معناه انه حد ده مش بيخاف من الفشل، لان التجربه بتصحبها فشل كتير. ما انا قلت لك انا don't take، ده خلاني not to take myself very seriously. اوكي، وده خلاكي تتصالحي مع الفشل، not taking yourself serious. يعني في حاجات تنفع وفي حاجات هتبوظ، اكيد في حاجات هتبوظ يعني عجبني السلاسه في الموضوع. في ناس انا بترعب من الفشل. لا يعني ما هو اصل، بس هقول لك حاجه، ما برضو انا مش اجمد واحده في الدنيا وما بخافش من الفشل، اكيد بخاف من الفشل، بس قصدي من ادراكي انها تبوظ لدرجه ان انا اطلعه واعرضه على الناس وهو بايظ في رينج كبير قوي ممكن أيوه. ان انا يعني اقرر اوبس باظت، يعني مش لازم اروح اطلعها. طب في حالة لو انت ما كنتيش وقعتي في كل الفرص دي واشتغلتي فنانة، كنت هتشتغلي ايه؟ واشتغلتي فنانة فنانة كترم الاستيك، ان هو او مخرجة او رسامة أو لو ما كنتيش اشتغلتي في الفن باي شكل من الاشكال، كنت هشتغل ايه؟ او انا كان نفسي ايه الحاجات اللي انا كنت نفسي اشتغلها؟ يعني حاسة كده لو كان البلوك اللي حصل لك في الرسم ده استمر من بعد الجامعة وما لقيتيش فرص في الاخراج، ما لقيتيش كده اهو، كانت سلمى هتعمل في الرسم رياليستيكلي ولا كانت ايه احلامي؟ بتقولي الاثنين. رياليستيكلي انا ام فيري ريسورسفul، فكان ممكن اترجم، ممكن ادرس، ممكن اتعلم حاجه جديده واعملها. يعني انا بتصرف يعني بس غالبا اللي كان هيبقى هاندي في ايدي هو ان انا اترجم، او ان انا اترجم او اكتب او ادرس. انا بحب ادرس جدا، وبدرس ورش كتير، وبدرس حاجات مختلفه وكتير من شغلي لما بيبقى شغل مبني على ريسيرش، جزء من الريسيرش وان انا اعمل ورش مع ناس، لانه ده بيخليني انا كمان اتعلم منهم. فانا بحب ادرس. بس طبعا احلامي او يعني الحاجات اللي انا بحبها، مثلا انا كان نفسي ابقى ايه، انا وانا صغيره كان نفسي ابقى مارين بيولوجيست. اوكي. انا بحب البحر وبحب بحب البيولوجي وبحب الحيوانات، فكان ممكن ابقى مارين بيولوجي. علم الدولفين. ايوه انا كنت ابقى مبسوطه جدا، ابقى في البحر على مركب، فاهم، بشوف نجمه البحر راحت من فين لفين، وتمام جدا يعني. استوقفتني بس كلمه انت قلتيها، ان انت very resourceful. فالريسورسفulness دي فادتك في ايه، في كشخص بقى مبدع، في شغلك الابداعي، في شغلك الفني؟ في independence بمعنى انه انا بعرف اعمل حاجات كتير، فبالتالي لو رجعنا تاني لفكرة التجريب، أنا ممكن أجرب حاجات كتير من غير ما بقى حاجة زي مثلا إن أنا محتاجة أدفع لحد عشان يعمل الكذا علشان أجربه، اللي هو انا ممكن اجرب وانا قاعده في البيت، هناخدها ونمنتجها وبعدين ماشي هنحركها، طب لا، طب هنسجلها، طب لا هنترجمها، طب لا بتاع. فده بيدي حريه شديده جدا، وبيدي opportunity اكتر في ان انت تجرب وتعمل حاجات، وكمان ان انت يبقى عندك مصادر مختلفه تقدر تكسب منها. والحقيقه لما انت يبقى عندك مصادر مختلفه ممكن تكسب منها، ده بيديك حريه اكتر، لان انت تقدر تسبورت يور سيلف عشان تعمل الحاجات الكرييتيف. بس كمان ان انت يعني ماشي انا بعرف امنتج، بس هيبقى من الغباء ان انا اخرج فيلمي ومنتجه، يعني انت كمان محتاج حد تاني. بس لما تبقى انت بتعرف تمنتج، it means ان انت عارف ايه، او متخيل ايه رينج الحاجات اللي ممكن تتعمل، وكمان عندك الفوكابولاري او المفردات اللي تعرف توصل بيها انت عايز ايه للشخص اللي شغال معاك. فدي كلها حاجات بتساعد. انتي قلتي حتة في ان هو لما بناخد يعني لو نعرف نعمل كذا حاجة بنقدر نكسب فلوس، فده بيدينا حرية ان احنا نشتغل. فدي كانت تتكلمي على نوعية العمل المستقل الى حد كبير. لا. هل انت بالنسبة لك احسن انك تشتغلي بشكل مستقل عن انك تشتغلي في المنظومة او في الصناعة؟
أنا الأول كنت بشتغل في المنظومة في الصناعة وكنت بكسب أكتر كتير جدا 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 جدا، بس هي اختيارات. فأنا في فترة حسيت إنه أنا اللي أنا محتاجة إن أنا أعمله دلوقتي واللي أنا عايزة أعمله دلوقتي هو إن أنا أعمل حاجات معينة، والحاجات دي مش هينفع أعملها وأنا بشتغل في المنظومة لأنه المنظومة بتطلب وقتك كله. فأنا هيبقى لازم أعمل كومبرومايز مادي وأكسب أقل بكتير جدا عشان أقدر أعمل حاجات اللي أنا عايزة أعملها. فأعتقد إن هي مجرد priorities في أوقات معينة في حياتك. يعني أنا أخدت قرار إن ده اللي أنا عايزة أعمله، ده اللي أنا مبسوطة بيه. فبالتالي لو تمنوا إن أنا بحتاج أعمل شغلانات صغيرة أستخدم فيها الريسورسز دي عشان يبقى عندي اللكجري بتاع إن أنا عندي الوقت اللي أنا بفكر فيه أو بجرب أعمل حاجة، it's worth it يعني بالنسبة لي. بس سؤال قد يكون تافه شوية. سؤال إيه؟ قد يكون تافه شوية بس أنا بحب أسأله هنا. يعني هو لايق على اللحظة دي، اللي هو بالنسبة لك أنهي أهم علشان تخرجي عمل فني أنت حباه، الوقت ولا الفلوس؟ الوقت. ليه؟ علشان لو في فلوس كتير ومفيش وقت مش عارفة أعمل حاجة. لو في وقت ومفيش فلوس ممكن أقعد أفكر في حلول بديلة أو أعمله في 19 سنة يعني. هل في حاجة عملتيها في 19 سنة؟ لا أكيد ما عملتش حاجة في 19 سنة، بس في حاجة يعني الكتاب اللي لسه منزلش اللي هو مبني، اللي هو كتاب بيتكلم عن، هو art research عن تمثيل الرغبة في السينما السائدة المصرية. وهو بيبص على تاريخ السينما وازاي التمثيل بتاع الرغبة وبتاع معايير الأنوثة والذكورة وازاي بنفكر في الحب والرغبة كده بشكل هيستوريكلي ونقدي أنا عايز أقرأ دلوقتي. نازل قريب بنتظروه. فده أنا قعدت أشتغل عليه من 2018. هو هينزل دلوقتي، فاحنا دلوقتي بنتكلم في تقريبا 7 سنين تقريبا. 7 سنين، لا قول 6 سنين علشان هو احنا في البروسيس بتاع النشر وكده بقاله سنة، وده كان 6 سنين. 6 سنين دول هو المشروع طلع منه مخرجات كتيرة، طلعت منه اشتغلت فيه في ورش كتيرة، قاعد ياخد أشكال كتيرة. طلع منه ساعات مقالات، ساعات فيديو اسي، ساعات انستوليشنز، واعتقد ان دي اول مرة اعمل مشروع يبقى ممتد بالشكل ده. وحاسه انه اللي جاي بالنسبه لي دايما هبقى عايزه اعمل حاجات كده، لان هي جواها بتطلع باي برودكتس او يعني مخرجات مختلفه، كل حاجه فيهم حاجه، بس هم مع بعضيهم كمان بيوصلوا للحاجه الاخرانيه دي. وفيها مساحه مساحه الورش وان انا اشتغل مع ناس واخد فيدباك وافكر، وده كانت learning curve كمان يخليك ما تبقاش داخل بأفكار وتخرج بنفس الأفكار. إنه يعني في حاجة بتتحدى الأفكار دي وبتشالنجها وبتخليك تفكر فيها وبتخليك تشوف لو اللي انت قلته ده أصلا واصل للناس ولا. فمش 19 سنة بس 7 6 وانت اتكلمتي هنا على الورش والحاجات التانية اللي بتضيف للعمل، وده هايل. ولكن هل في حاجة ملهاش لازمه او يعني كوت ان كوت ممكن تتشاف انها ملهاش لازمه ولكن انت بالنسبه لك ده جزء من البروسيس؟ يعني لو انا مثلا لازم كل خميس اكل حله محشي بس من غيرها مش هعرف اكمل البروجكت ده مثلا، حاجه ريتشواليستيك يعني مثلا. هل في حاجه ريتشواليستيك في حياتك؟ مش حاسك الشخص الروتيني مش لا خالص. بس انا مثلا ممكن اقفش لو القلم اللي انا عايزه ارسم بيه النهارده او القلم اللي انا برسم بيه البروجكت ده مثلا الغطا بتاعه ضاع، اوكي، فهبقى متقدره جدا. فاهم يعني فاهم ده جدا. لا مش هرسم النهارده لا اروح اشتري واحد تاني. بالظبط كده، ده الغطا ضاع خلاص يوم باظ يعني. بالظبط. انا عندي المشكله دي ان بنتي بقت تستخدم الماركرز بتاعت الماركرز مش بقى هي لقيت الماركرز بتاعتي وما بتغطيش نصهم، وانا بقى اللي هو مش عارف اعمل ايه. بس بنتك هتعمل ايه؟ شرحت لك القلم الواحد بكام؟ بالظبط. لا ودلوقتي الموضوع ده بقى مذهل، يعني انت بتروح تشتري قلمين علمتها الرسم الديجيتال، بتديها الايباد. فالقلم بيبوظ لك يعني يعني موضوع الغطا القلم ده ممكن عارف القلم الرصاص مش فيه الاستيكه اللي فوق؟ صح. الاستيكه دايما بيبقى عليها غطا كاب كده، الحته الحديد
ولا الغطا اللي بيغطي الغطا اللي بيغطي الاستيك دي ممكن انهار يعني فاهم. والقطه بتاعتي اكلت البتاع دوت، فده عمل لي شويه ازمه. بس انا دي كانت لحظه بريك ثرو ان انا قررت ان انا مش هيفرق معايا، انا هكمل انا هستمر رغم المصاعب. الحاجات دي لاي حد تاني مستمع ما جربش التجربه دي بنفسه مش هيفهم يعني ايه انا متضايق عشان غطا القدم التاكل بالقطه. او مثلا انا في مكان معين ساعات لما بتزنق وببقى بلوكت ببقى عايزه اغير جو، فاروح اقعد مثلا في كافيه علشان ننجز، عشان ما فيش ديستراكشنز. فانا اقعد الاقي الترابيزه اللي انا بقعد فيها حد قاعد فيها كانها مثلا ترابيزه اهلي، بقفش جدا. بس خلاص هو ده السبوت اللي انت متعوده عليه. لا خلاص مش هينفع اشتغل في المكان ده، انتهى يعني. انت عاده بتحبي تشتغلي في مكان بتاعك ولا بتشتغلي في مساحات عامه؟ بيتي هو بيت واستوديو في نفس الوقت، فانا بشتغل من البيت. بس ساعات ده gets very lonely. اوكي. يعني ساعات بتبقى حاسس انك قاعد بتخبط دماغك وبتكلم نفسك، فاحيانا ببقى كده محتاجه ان انا اغير جو او اشوف اي بني ادمين. فساعات بنزل اشتغل في حته، بس المين بيبقى في الاستوديو. لانه كمان انك كل مره هنزل عشان اشتغل هدفع نص اللي انا هشتغله لاتيه بس بقعد اشقلب بقى السيت اب بتاع الاوضه كتير عشان احس بقى ان احنا غيرنا اوضه جديده ونضيع يومين بنغير الاوضه طبعا بس وبريق اقلام وكل حاجه. طب لو هنلخص رحله سلمى في جمله الفنيه، لو هنلخص الجيرني اللي انت كنت عليها في جمله حلو، ايه رحله سلمى دي؟ لا والجمله دي لازم تبقى بقى ليها معنى وعميقه مش لازم انت you don't take yourself seriously، فاتمنى ان الجمله ما يبقاش ليها معنى خالص. احنا جايين ننبسط مبدئيا، دي الجمله بس هايله جدا. سلمى شكرا جدا جدا ليكي بجد على الحوار الهايل، وانبسطت معاكي برحلتك. هطلب منك طلب اخير، ممكن تقفلي الحلقه للكاميرا؟ بتقفلوها ازاي؟ لا كل واحد بيقفلها بطريقته. الحلقه خلصت.